النهارده أنا جاي أقول لك إزاي تعلّم دماغك إنها تفكّر زي رواد الأعمال الناجحين. هاقول لك على تمرين بسيط بس مؤثّر جدًا. اتفرّج على الفيديو ده وأنت تعرف. ما سألتش نفسك قبل كده ليه رواد الأعمال بيشوفوا كل مشكلة تقابلهم إن هي فرصة business كبيرة؟ ليه بياخدوا قراراتهم أسرع؟ وليه وهم حتى لو كانوا تحت ضغط دماغهم بتشتغل أسرع؟ في ناس شايفة إن ده ممكن يكون مجرد حظ، وفي ناس تانية شايفة إن هم أكيد بيعملوا ده بالفطرة، موهبة يعني. بس خلّيني أقول لك إن كل اللي بيحصل ده نتيجة إن هم بيعملوا تمرينات عقلية بشكل منتظم وشكل هادف. لو عاوز تغيّر طريقة تفكيرك فعليًا، يبقى لازم تجرّب التمرين اللي أنا هاقول لك عليه ده دلوقتي لمدة 7 أيام، وأنت هتشوف النتيجة بنفسك. التمرين ده اللي أنا باسميه المشكلة بتساوي فرصة. في التمرين ده أنا عاوزك يوميًا لمدة أسبوع تعمل الحاجات اللي أنا هاقول لك عليها دي دلوقتي. 1، اختار أي مشكلة صغيرة دايمًا بتواجهك في اليوم بتاعك، أي حاجة مهما كانت مشكلة بسيطة. 2، امسك ورقة أو اكتب على موبايلك إزاي المشكلة البسيطة اللي بتقابلني دي ممكن أستغلها إن هي تبقى فرصة نجاح أو فرصة تطوّر. 3، حُط 3 إجابات حتى لو مش مقتنع بيهم 100%. 4، نفّذ خطوات صغيرة بناءً على واحدة من اللي أنت كتبتهم وشوف إيه اللي هيحصل. في دراسة من هارفارد بيزنس ريفيو بتقول رواد الأعمال الناجحين بيستخدموا دايمًا نموذج التفكير العكسي reverse framing أكتر بنسبة 63% من غيرهم في التعامل مع المشاكل اليومية اللي بيقابلوها. طب تفتكر ليه التمرين ده فعال واتجرب ملايين المرات وجايب نتايج مذهلة؟ لأنه بيبرمج دماغك على الابتكار تحت الضغط، رؤية الحل جوه المشكلة، التدريب على تقبل التغيير بدلا من مقاومته. أخيرا، التفكير الريادي يا صديقي مش موهبة، هو عادة ذهنية بتتدرب عليها يوميا. ابدأ بالتمرين البسيط ده بس 7 أيام، وخلي كل مشكلة صغيرة أو كبيرة تقابلك في يومك تبقى فرصة لليوم اللي بعده. قول لي كده في الكومنتات إيه أول مشكلة صغيرة ناوي تطبق عليها التمرين ده، واكتب لي إجابة واحدة بس من ال3 اللي جم في بالك وتعالى ندردش فيها في الكومنتات. السلام عليكم.